السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن إزاي تتعاملي مع شعور عدم التقدير من الآخرين. الشعور بعدم التقدير من أصعب المشاعر اللي ممكن الإنسان يحس بيها. إنك تعملي مجهود، تتعبي، تهتمي بالآخرين وتدي من وقتك ومشاعرك، وفي الآخر بتحسي إن محدش شايف ولا مقدر ولا حتى حاسس باللي انت عملتيه. الإحساس ده مش بيزعلك، ده أحيانا بيكسرك من جوه وبيخليكي تسألي نفسك: هو أنا مهمة فعلا؟ هو أنا بعمل كل ده ليه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الشعور بعدم التقدير، ليه بيحصل وليه بتحسي بيه وإزاي تتعاملي معاه من غير ما تخسري نفسك. أي إنسان في الدنيا محتاج يحس إنه مهم، محتاج يسمع كلمة شكر ويحس إن وجوده فارق. ده مش ضعف ولا دلع، ده احتياج إنساني طبيعي جدا. المشكلة مش في إنك عايزة تقدير، المشكلة لما تربطي تقديرك لنفسك بتقدير الناس ليكي، وده غلط. لأن في أسباب كتير بتكون سبب عدم التقدير دوت. في إن بعض الناس متعودين على العطاء دايما. لما تعملي حاجة حلوة مرة للناس هتشكرك، لكن لما تعمليها كل يوم الموضوع هيتحول لشيء عادي في نظرهم، مش لأنك مش مهمة، لكنهم اتعودوا على الشيء ده. كمان إن في ناس مش بتعرف تعبر. في شخصيات كتير بتحب لكنها ما بتعرفش تقول، ما بتقدرش تعبر عن اللي في قلبها. كمان في ناس ما بتعرفش أصلا تقدر أي حد، وبالتالي فلازم تعرفي إن المشكلة مش فيكي انتي، المشكلة فيهم هما. لأن اللي مش بيشوف قيمة أي حد استحالة يشوف قيمتك حتى لو عملتي المستحيل. شيء مهم كمان، أخطر حاجة بتعمليها لما تحسي بعدم التقدير إنك تربطي قيمتك بنظرة الناس ليك. لأن الحقيقة الناس مزاجها بيتغير في كل وقت ونظرتهم بتتغير، لكن قيمتك انت ثابتة وحقيقية. لو كل مرة حد ما قدركيش شكيتي في نفسك هتتعبي جدا ونفسيتك هتتأثر. طيب ازاي تتعاملي مع الشعور ده، شعور عدم التقدير من الآخرين؟ اسألي نفسك سؤال مهم قوي: أنا بعمل ده عشان إيه؟ لو كانت إجابتك إني أنا بعمله عشان الناس تشكرني، انت كده غلط وهتتعبي. لكن لو كانت إجابتك أنا بعمل الشيء ده عشان ده هو الصح وأنا بحب أعمل كده، فانت هترتاحي كتير. تاني حاجة، قللي العطاء في المكان اللي مش مناسب. مش معنى إنك دايما تدي ده طيبة، يعني ما تديش بلا حدود. في فرق بين الطيبة واستنزافك لنفسك. اللي يقدرك يستاهل إنك تدي، واللي مش بيقدرك لازم يبقى فيه حدود له. قدري نفسك قبل ما أي شيء تاني أو إنسان تاني يقدرك. اسألي نفسك كل يوم: أنا عملت إيه كويس النهاردة؟ وكافئي نفسك عليه، حتى لو حاجة بسيطة، كلمة حلوة لنفسك، وقت راحة، حاجة بتحبيها. لأن اللي ما بيقدرش نفسه هيعيش طول عمره الناس ما تقدرهوش ومستني تقدير منهم. شيء كمان مهم، اختاري الناس اللي هتتعاملي معاهم صح. في ناس وجودهم في حياتنا بيخلينا نحس ان احنا مرئيين مسموعين ومهمين في حياتهم، وفي ناس مهما عملتي ليهم هيفضلوا شايفينك شيء عادي. فاختاري دايما اللي يريح قلبك ويهتم بيكي. وفي حقيقة لازم تفهميها وتعرفيها: مش كل اللي بتعمليه لازم يتشاف، ومش كل الخير لازم يترد بكلمة. في حاجات كتير ربنا بس هو اللي شايفها، والتقدير الحقيقي بيجيلك في صورة راحة بال أو بركة أو باب بيتفتحلك في حياتك، باب خير. والحقيقة اللي انت لازم تعرفيها إن قيمتك
مش في إن الآخرين يسقفوا ليكي أو في كلمة شكر ولا إعجاب الناس بيكي. قيمتك الحقيقية في إنك إنسانة بتعملي الصح حتى لو محدش شايف. قيمتك في قلبك وفي نيتك وفي شخصيتك، والشخص اللي يعرف قيمته كويس هو اللي ما بيستناش حد يعرفه بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.